السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غنجيكم بواحد الوصفة اللي هي متداولة، ولكن بغيت نعطيكم اسراري في الكيك الكاتكاك، يعني الكيك العادي، الكيك اللي ما كيخطى دار. المهم غنعطيكم الاسرار ديالي باش كيجيكم كيك زوين وسهل وسريع جدا. تبعوا هاد الخطوات هادو وغادي يصدق لكم ان شاء الله الكيك دائما دائما، وغادي تحفظوها. ما كاين حتى شي مكون خارق للعاده، ما كاين حتى شي حاجه، مكونات بسيطه جدا. غنبدا بربعه البيضات وغادي نضربهم مزيان مزيان. غادي نحك عليهم واحد الليمونه. دابا حقاش فصل الصيف كيكون فيه البرتقال، حكيت قشره ديال البرتقاله كانت عندي، حكيتها باش تعطي من النسمه مزيان. وغنزيد حتى لافاني، واحد جوج ديال اكياس ديال لافاني. انا كنبغي نسم الكيك حقاش ما تنبغيش فيه الريحه ديال الزفوريه، كنبغي نسمو مزيان. لافاني والبرتقال هادشي كامل كينسم الكيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا قشرت، حطيت قشور ديال البرتقال وجوج اكياس ديال لافاني، كندير جوج انا باش يتنسم ليا مزيان. كيف ما قلت لكم الكيك ديالي غادي ندرب مزيان، ودابا غادي نمشي ندربو في الدراب الكهربائي فحال هذا، يعني دراب ماشي مولينكس، دراب كهربائي اللي عندي في الكوزينه. لانه انا اليوم صورت لكم في الصالون، لانه الشمس داخله عندي في الصالون في العشيه، والصباح كتكون عندي الشمس في الكوزينه. سمحوا لي. المهم هنا زدت كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، و مشيت دربتهم مزيان تا ولاو فحال هكا بيضين. ضربتهم مزيان بالدراب الكهربائي. وزدت عاوتاني واحد الكاس ديال العنبه ديال زيت الذره ولا زيت نوار الشمس، عباد الشمس، اللي بغيتو. المهم يكون كاس عامر ديال العنبه، اولا تقريبا راه فيه شي 120 تا هو، ولا 130 مليلتر ديال يعني اللي بغى الكميه بالضبط. هنا مني خلطت مزيان، المهم هو السكر السنيده والبيض يتخلطوا مزيان، هما والزيت يتخلطوا مزيان بالضرب الكهربائي. اللي ما قدرش يدير هاد الضرب اليدوي، ولكن يضربوا مزيان مزيان حتى يولي اللون ديالو ابيض. في هاد المرحله مهمه. من بعد غادي نديرو 240 غرام ديال الدقيق اللي غنغربلو، وغندير فيه نزيد عليهم كيس من الخميره ديال الحلويات، 14 غرام ولا 16 غرام على حسب الماركات اللي تتشريو. اللي عنده الزا ديال 8 غرام يدير جوج اكياس ديال الزا. وغادي نضربو ما نخليو الياغورت هو الاخراني، هذا حتى هو مرحله مهمه، هذا سر حتى هو باش يصدق لكم الكيك. اول حاجه ضربوا البيض مع السنيده مزيان، وتاني حاجه هو انه الدقيق عمركم تضربوه. الدقيق هو اللي ما تيضربش في الضرب الكهربائي. غادي تخلطوه غير فحال هكايا، تغربلوه باش ما يديرش لكم ديك الحبيبات، وتبقاو تخلطوا تيتجمع ليكم. نتوما بحال قلتي غير تجمعوا، نحاولوا من داك الجلوتين ديال الدقيق ما يخرجش، لانه هذاك تيخسر لينا الكيك. ماشي في المذاق، تيخسرها في الشوفه، في الشكل ديالها. ومن بعد مني غتجينا شويه عاقده فحال هكايا، عاد باش غنزيدو كاس تاع الياغورت، نخليوه هو الاخراني، هو اللي يجريها لينا شويه باش تشد داك القوام اللي بغينا. فهمتوني؟ الدقيق كنديرو في ديك المرحله باش يبقاش هي الخليط ديالي ملي كيتقال دوك الحبيبات صافي كيختفاو. داكشي انا كنتقلو في الاول، عاد باش تندير الياغورت ولا دانون ولا كاس الحليب، ولا المهم اللي متوفر عندكم. ودانون تينسم زوين، دانون اناناس ولا دانون ديال البعويد ولا دانون ديال لافاني. هنايا ناخذ المول ديالي اللي غندير فيه شويه الزبده وشويه الدقيق،
وغادي نحط الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. غادي نعلي يديا باش دوك الفقاعات باش كتجي زوينه. وغنطيبوه على الاقل 35 دقيقه. ما تحلوش عليه الفران، هذه نصيحه اللي نعطيكم عاوتاني. 35 دقيقه الاولى ما تحلوش عليه الفران، كيكون كيطلع ما تقلبوه ما والو. 35 دقيقه ما تقلبوه ما تمسوه. تتفوت 35 دقيقه عاد باش نحل الفران ونشوف اش واقع. نزيد، هو على الاقل خصو يكون المهم 40 دقيقة في الكيك على حسب الفران ديالكم. نشعلو من التحت نخليه يطلع مزيان. وهادشي اللي كاين. الكيك راه صدق مزيان، ها هو قدامكم. ان شاء الله نتوما تجربوا وتجربوا المراحل اللي قلت لكم، وتجربوا هاد الطريقة ديالي. وتقولوا لي في الكومونتير، ديروا لايك اللي عجبكم الفيديو، وتساندوا القناة. القناة راه ديالكم، انا اللي كتصدق ليا كنديرها معكم. شكرا.